تحمل هم دراستك وخيبتك من امتحانك، ضغط حياتك حتى شعورك المدفون في أعماقك. هون على قلبك، هون عليه، فأنت بعين ربك. لن يضيع الله أجر مقاومتك وجهدك وصبرك. حاول ولا تستسلم لإحباطك. أقول لك: تعثرك في امتحان أو مرحلة في حياتك ليس معناها نهايتك، بل افخر بصمودك ولا تقلل من قدراتك، فأنت عظيم. اقرأوا واسهروا واتعبوا واجتهدوا وضحوا، لأن العلم يحتاج إلى تضحيات كثيرة. واهجروا الملذات. أنت ما جيت وسافرت من آخر الدنيا علشان في النهاية. ومن لم تكن له بداية محرقة لن تكون له نهاية مشرقة. الناجحون يا صديقي يسارعون، يسابقون، يعملون، يقومون، وفي النهاية متكئين فيها على الأرائك. اجعل أهدافك واقعية وممكنة، فالمستحيل لا يصلح أن يكون هدفا، والبسيط لا يستحق أن يكون هدفا. فابدأ بما تملك الآن، وجزء حلمك الكبير إلى أهداف صغيرة وأخرى قصيرة، وواصل حتى تصل إليه بإذن الله. واعلم يا صديقي أن كل تغيير يحتاج إلى طموح ووضوح، فالأول للهمة وقود، والثاني للغاية يقود. فابدأ كتابة القصة واخطو خطوة نحو المنصة، وكن أنت التغيير الذي تريده لغيرك، واجعل من يراك يتمنى أن يكون مثلك، واستمتع برحلتك حتى تصل إلى قمتك. وتذكر دائما: التعب يزول وينسى، والنتائج تدوم وتبقى. بقدر الكد اكتسبوا المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. تروم المجد ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب اللآلي. لكل نتيجة ثمن، والمستعد للدفع مستحق للرفع بعد عون الله. كلمة أخيرة إليك: كل شيء يصور عقلك تقدر تسويه. حلمك، معدلك، مستقبلك، أنت تقدر تسوي المستحيل، لأن أصلا ماكو شيء مستحيل. ومن لم تكن له بداية محرقة لن تكون له نهاية مشرقة. الناجحون يا صديقي يسارعون، يسابقون، يعملون، يقومون، وفي النهاية متكئين فيها على الأرائك. اجعل أهدافك واقعية وممكنة، فالمستحيل لا